السلام عليكم. تعالى اقول لك ليه اوبر ما بقتش مجزيه للسواقين زي زمان، وليه فيسبوك امبارح مشى 11,000 موظف من الشركه عنده. ببساطه في اي شركه او اي كيان في عده اطراف بيوزنوا معادله الربحيه في الشركه دي، بالاخص الشركات اللي بتتعامل مع طرفين كعملاء. يعني ايه؟ يعني اوبر عندها السواقين عملاء عندهم، والركاب عملاء برضو عندهم. اي طرف من الاتنين هيحصل فيه مشكلة او هيحصل عجز، هيحصل خلل في الميزان ده. الميزان ده بيسموه بالانجلش او في علم البيزنس الكريتيكال ماس. كريتيكال ماس هو مصطلح مشهور جدا في اي ماركت بليس بيزنس. ماركت بليس بيزنس ده اللي هو انت مش صاحب الحاجه، انت مش المالك اللي انت بتقدمه، لا انت بتوفر الناس الموردين اللي بيوفروا ده، وبتجيب العملاء يشتروا، وانت في الوسط بتاخد سواء عموله او مصاريف او زي نظام اوبر. اوبر ما بتمتلكش العربيات ولا عندها السواقين بتوعها، هي بس عامله الاب اللي بيجمع السواقين اللي بياخدوا فلوس على كل رحله، والركاب بييجوا يطلبوا السواقين من خلال التطبيق بتاع اوبر. الكريتيكال ماس دايما في الماركت بليس بيقول لك ان مهم جدا توزن حجم الطلب اللي بيجي من العملاء مع عدد الموردين، عشان لو عدد الموردين زاد جدا وحجم الطلب قليل، موردين كتير مش هيبقوا مبسوطين وشايفين ان هم مش بيجيلهم عائد مرضي قصاد الحجز للوقت او المنتجات اللي حاجزينه للموقع بتاعك او للبيزنس بتاعك. وعلى النقيض لو حجم الطلبات كتير جدا وعدد الموردين قليل جدا، فهيجي يبقى فيه عملاء مش مبسوطين من الخدمه اللي بتقدم عشان مش بياخدوا او مش بيلاقوا المطلوب من الموردين. فمهم جدا في كل بزنس توزن الكريتيكال ماس بتاعتك. اللي حصل في اوبر ان هي فضلت تكبر قاعده السواقين بتوعها لدرجة وصلت ان بقى اوبر بيزنس اي حد عايز يشتغله بجانب شغله بقى بشكل اكبر مما يكون من حجم السوق الموجود فعلا، لدرجة ان بقى فيه دلوقتي انت لما تيجي تطلب تلاقي 10 سواقين، مش سواق او 2 او 3 جنبك بس. وبالتالي ده بينتج عنه ان في جزء من السواقين مش بيلاقي رحلات كتير بالشكل الكافي اللي يعوضه عن اليوم الكامل بتاعه. ايه علاقة ده بقى بفيسبوك؟ كل كيان زي ما هو بيقدم خدمة، فيسبوك عشان يقدر يقدم الخدمات بتاعته بشكل كافي ويتطور لازم يبقى عنده هيكل من الموظفين اللي يقدروا يخدموا على الخدمة دي. هو دايما كان ظابط الكريتيكال ماس ما بين مقدمين الخدمة او اللي بيحافظوا عليها وما بين عدد الاودينس على عنده، ولكن مؤخرا مقدار النمو ما بقاش كبير جدا فيه، وارباحه بدات تقل وخسايره وسهمه في البورصه وقع، فبقى تكاليف الموظفين او اللي بيساعدوا على الخدمه تبقى كويسه كبيره جدا على النمو المطلوب. فحصلت مشكله في الكريتيكال ماس. فانت دورك في اي بزنس انت بتعمله او بتديره انك تظبط الكريتيكال ماس عشان دايما تفضل في ربحيه ونمو دائم. سلام عليكم.